فما بالك بهذا الملك. والله نتمنى لو كان يحكم العراق، مش العراق، بلدان الوطن العربي كله، لأنه هو أمير المؤمنين. لماذا لا نقبل؟ أنا زرت العراق في 2018 بعد غياب 18 عام، من 1995 إلى 2013. سألني أخي، قال لي: لماذا المغاربة يقبلون يد الملك؟ قلت له: والله لو أنا أشوفه أقبل رجليه. قال لي: ها؟ قلت له: والله. سبحان الله. قلت له: إنك أنت تمشي في كل المغرب ما حد يقول لك فين غادي فين رايح. تفاجأت. من طنجة للقويرة 3600 كيلو ما حد يقول لك فين غادي فين رايح، إذا تركب بالطيارة ولا تركب بالسيارة. قلت لو أني هذه عندي تجربة، مش أنا أسامعها من حد، لكوني ليس صحفي. من رآك من سمع. نعم، لكون أني صحفي، فأنا أتحرك بسيارتي ومعايا مصورين ومعايا مساعد مصور وسايق، نجوب الليل والنهار ونشوف البنية التحتية الموجودة قلت له: يا أخي كل مدينة لها لون، كل مدينة لها زي. أنت هنا يا أني، قلت له: هنا أخويا وأخوك هو توفى إلى رحمة الله تعالى، وأنا لم أراه ولم أرى أولاده لحد الآن. أولاده كبروا في أحداث العراق. لماذا؟ لكون المنطقة هذه طائفية وإحنا من طائفة أخرى. قلت له: هذا ما تقيموا هذا الملك وتقبل يده وتقبل قدميه؟ لم يكن هناك لا طائفة ولا على المذهب المالكي، والحمد لله والشكر لله.